من الواضح ان احنا هنبتدي الموسم دوت بحرق الدم، حرق الدم، وهيبقى التحفيل علينا بدري بدري. فاول ماتش لسه في الدوري الزمالك بيتعادل مع الاتحاد 0-0، فالتحفيل هيبقى بدري بدري. وخليني اقول لك ليه. انت كل الفرق عملت المعسكر بتاعها وجابت صفقات من شهر ونص، انت لسه بادئ المعسكر بتاعك من ساعتين. غير اللعيبه اللي لسه جايه من 3 4 ايام، غير اللعيب اللي عندك هربان ولسه بتدور عليه لغايه دلوقتي، انت اصلا ما تعرفش هو فين. ده اول حاجه. تاني حاجه، انت ناهي الموسم اللي فات مديون وايقافات قيد، وبادئ الموسم الجديد بايقاف قيد برضه. والصفقات بتاعتك عباره عن لعيبه كانت معاره ورجعتها، دي الصفقات دي اللي انت فرحان بيه. ولعيبه اصلا انت الموسم اللي فات مستغني عنها مطلعها اعاره عشان انت مش محتاجهم فنيا. جاي السنه دي ترجعهم. ما عشان أنا مش عارف اشتري لعيبه يا راجل. ده الاهلي بادئ الموسم بتاعه، بيستعد الموسم بتاعه دوري وكونفدراليه، بيلعب برشلونه. انت كنت بتلعب مين؟ معرفش. ده يرجعنا لمقوله ايه بقى كابتن حسين لبيب لما قال لك ايه؟ المركب لو مخرومه انا عارف امشي بيها. هو مبدئيا المركب مش مخرومه، هي المركب مليانه خرام. المركب مفتحه من كل حته، وانت مش ماشي بيها في بحر، انت ماشي بيها في شارع، عشان كده مش دريان. بس انا بطمن جماهير الزمالك، يعني انا بقول لهم يعني اطمنوا ما تقلقوش. احنا ان شاء الله موقفنا هيبقى في افريقيا قوي، لان احنا معانا 2 مهاجمين اقوياء جدا. معانا الكابتن حسين لبيب ومعانا الكابتن احمد سليمان. ان شاء الله ان شاء الله هنلاقيهم في الماتشات اللي جايه بيلعبوا، وما تقلقوش من حاجه يعني. وبعدين تفصيله فنيه كده صغيره يعني للكابتن معتمد جمال، اللي هو كان يعني انا نفسي ادرب الزمالك وعايز اكمل، وجون ادوار مشي بسببه، القصه الحمضانه دي. هو انت ليه بتسحب ادم كايد من الملعب؟ ليه سحبته؟ ده اللعيب اللي هو مفروض الوحيد عندك رقم 10. واللي اعرفه او اللي انا شفناه يعني ان هو مش كان بيشكي من اصابه، يعني مفيش اصابه. هتقول لي اصل الجهد والحمل البدني. ده اللعيب الوحيد رقم 10. مين بره احسن منه؟ مفيش. مين بره اصلا هينزل يلعب مكانه؟ برده مفيش. ليه سحبته؟ ليه سحبته؟ انا ما اعرفش. عندك الماتش الجاي مع البنك الاهلي، وبالمناسبه البنك الاهلي اتغلب النهارده من ابو قير الاسمده 1-0. يعني ايمن رمادي الماتش الجاي هيتربس لك الماتش. ما هو مش هيتغلب ماتشين ورا بعض، ما هو ماتشين ورا بعض دي هيقولوا هناك، فمش هينفع. لازم هيقفلها لك. فمن الواضح ان بدايتك حلوه، يعني بدايه طلتك هتبقى حلوه في الموسم ده. ربنا يسترها عليك في الماتش اللي جاي.